السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، كل سنة وانتم بألف خير. ان شاء الله النهاردة فيديو جديد حلو قوي ومميز. هنعمل مع بعض السمك المقلي بدون زيت بطريقة حلوة جدا وموفرة. طبعا الظروف اليومين دول كله بقى واحد عايز يوفر في بيته، ان شاء الله هننزل بوصفات اقتصادية يا رب تنول اعجابكم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نسمي الله كده ونخش نشوف المكونات بتاعتنا. نحط اللايك ونتابع الفيديو الأخير، هتاكلي أحلى سمك بأحلى تتبيلة وخفيف جدا، وإن شاء الله الوصفة تنور رضاكم. معايا بقى هنا الكبة بتاعتنا، ومعانا الخضار بتاعنا عبارة عن ايه. معايا 2 طماطم مقطعاهم كده إرباع، معايا معلقة توم مفروم اللي احنا مفرزينهم، 3 4 عيدان كده بقدونس او كزبرة اللي موجود عندك. عندي قرن فلفل حامي كده، ممكن تحطيه بارد رومي او حامي. وهناخد الحاجات دي كلها ونروح مع بعض كده نضربها في الكبة وتنعميها خالص. طبعا الخضار اللهم بارك بيبقى حلو جدا وريحته ما شاء الله. نص معلقة صغيرة كده من الهريسة. حطيت الهريسة، طبعا الهريسة بتاعتي حامية جدا، فهبتدي ان انا اشيل قرن الفلفل الحامي، تقدري تستبدليه بفلفل رومي. كمان عندي هريسة خضراء، هريسة الخضراء عبارة عن فلفل بارد على فلفل حامي. كمان حاطه لها راس من الثوم وملح وضرباه كله في الكبة، ومحتفظة عندي بيها في البرطمان زي ما حضراتكم شايفين كده. هضرب بقى الخليط بتاع الخضار بتاعي ده كله، اضربيه كله نعميه على قد ما تقدري، احنا مش عايزينه خشن، احنا عايزينه ناعم. معايا بقى هنا ليمونه مقطعاها نصاص، وهضربها بقشرها ناجله، ايوه، ومعلقتين 2 من الخل. وارجع بقى الم بقى الخضار بتاعي اللي في الحروف بتاعه الكبه بالسباتيولا كده، واضربها ضرب كويس جدا. معايا كمان معلقتين من الزيت، ونضرب مع بعض بقى، قلبي كويس جدا بقى الخليط ده كله مع بعض. طبعا السمك بالطريقه دي يا جماعه تقدري تعمليه، اي نوع سمك تقدري تعمليه بالطريقه دي. التوابل بتاعتي عباره عن ايه؟ التوابل بتاعتي عباره عن كركم، عبارة عن كمون وكزبرة، أساسي خالص في الأسماك الكمون والكزبرة. حطيت كمان نص معلقة من الكركم، نص معلقة من الفلفل الأسود، والفلفل الأسود للسمك يا نجلة، أيوة، ما هي الأسماك تعتبر لحوم، الفلفل الأسود بيديها نكهة حلوة أوي. بعد ما ضربت بقى ونعمت زي ما حضراتكم شايفين كده، حطينا معلقتين 2 بس من الزيت، دول 3 كيلو من السمك، والسمك بتاعي وسط. اقدر اعمل السمك البوري بنفس الطريقة، اقدر اعمل الماكريل اللي هو الروسي، اقدر اعمل اللي هو ابو عين واسعه اللي هو ابو شوكه، اقدر اعمل البلطي زي ما انا بعمل كده. بصي اي نوع سمك تقدري تعمليه بنفس الطريقه اللي احنا هنشتغل بيها دلوقتي دي. جبت بقى طبق كده، حطيته في بوله فاضيه او طبق عميق فاضي كده، وهبتدي ان انا انزل معايا بقى شويه من التتبيله. بصي بقى التتبيله اللهم بارك ريحتها حلوه جدا. كمان لو حابه بقى ريحه الكاري تقدري تحطي رشه من الكاري، طبعا بيديكي ريحه ونكهه حلوه برضه. بجيب بقى السمك طبعا منضفاه، مقصقصاه كده. انا عامله لكم فيديو قبل كده ازاي ان انت تنضفي السمك بتاعك، مقصقصاه وغسلاه كويس جدا تحت الحنفيه، ونقعاه معايا بليمون وملح وشويه دقيق كده، وبعد كده شطفته شطفه حلوه قوي، وحطيته في المصفى الصفه زي ما حضرتك شايفه كده. السمك ابيض ونضيف مفيش اي ريحه من الزفاره. طيب يا نجلاء، طب ما احنا كنا نشويه وخلاص. تقدري تشويه، تقدري تقليه برضو، بس احنا عايزين نوفر في نفس الوقت، بنوفر ان احنا ما استهلكناش زيت، وعملناه مقلي زي الفل بطريقه حلوه جدا. وهنقليه على البوتاجاز من فوق، مش هنحطه في الفرن كمان. هاخد بقى كده من التتبيله وابتدي ان انا ادهن السمكيه بتاعتي من جوه ومن بره. طبعا السمكيه وسط، الكيلو بتاعي في السمك الصغير ده تقريبا كان ب35 جنيه، 3 كيلو دول كانوا ب100 جنيه. طبعا ياكلوا عيله ما شاء الله، عيله كبيره. جنب شويه بقى رز ابيض، شويه رز بالخلطه مع شويه سلطه، شويه بقى سلطه طحينه، سلطه خضراء، تعملي وليمه. يعني مش بكتر الفلوس، مش بكبر الحاجه، ومش بغلو الحاجه. لو حاجه بسيطه وعملتيها بحب، ما شاء الله هتطلع معاكي زي الفل وتتهنوا يا رب. وربنا يوسع علينا وعليكم، ويسعد قلوبكم كده، ويدخل رمضان علينا باليمن والخير والبركات. وكل سنة وانتم طيبين. وسع علينا وعليكم، قولوا امين، اللهم امين يا رب. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. طبعا الوصفة دي تقدري تعملها في رمضان على حسب افراد اسرتك. تقدري تجيبي كيلو من السمك، تقدري تجيبي نص كيلو، تقدري تجيبي 2 كيلو، على حسب افراد اسرتك. تجيبي السمك بتاعك بالعدد كده، وتعدي مثلا انتوا 4 افراد، شوفي مثلا لو كل واحد بياكل فيكم كام سمكة، بألف هنا وشفا على قلوبكم. واقتصدوا كده ووفروا، بلاش نعمل حاجة كتير، بلاش نعمل هدر للحاجة ونرميها في الاخر، لا.
خدي كفوك وخدي احتياجاتك، والحاجة ما ترميهاش خسارة، غيرك أولى بيها. خلصت بقى الكمية كلها نزلتها في قلب الطبق اهو، تبله تتبيله حلوه قوي. ما تنسيش الملح كمان، حطيت كمان معلقه إيه متوسطه كده من الملح في التتبيله، وانا بضرب التتبيله بتاعتي. وكله بقى كده اتقلب مع بعض واشربها كده من التتبيله. ما شاء الله ريحتها حلوه خالص، ولا في بقى اثر لطماطم ولا في اثر لتوم ولا في اثر لليمون ولا اي حاجه، هي كلها خليط كده زي ما تكون ميه وانت بتسقسقيها في معاها كده. بس طبعا طعم وريحه حلوين جدا، اللهم بارك. هنحطها في التتبيله بتاعتك دي بقى، تغطيها بكيس نايلون كده وتسيبيها عندك على الرخامه، او تحطيها لو الجو حر بتحطيها على الرف في التلاجة، بس تكوني مغطياها علشان التلاجة ما تاخدش اي روايح من السمك اللي انت حاطاه. ونروح نجيب معانا بقى كده الصينيه اللي احنا هنشتغل فيها، سواء صينيه مربعه صينيه مدوره اللي موجود عندك. جبت الصينيه معايا اهي، احط في الارضيه بقى معلقه كده من الزيت، اغلف الصينيه بمعلقه من الزيت اهوت، معلقه بسيطه. يبقى احنا خدنا معلقه في الاول ودي معلقه في الاخر، وبقوم جايه دهنه الصينيه بتاعتي زي ما حضراتكم شايفين. واجيب السمك بقى ارصه بقى كده جنب بعضه. هتاخد معايا ال3 كيلو دول، هياخدوا معايا الصينيه الكبيره دي مقاس 30 في 40، ياخد معايا كمان صينيه صغيره كده تقريبا مقاس 24. كان ممكن برضو ان انا ازنقها شويه واحط السمك جنب بعض. هناكل جنبه، وناكل جنبه زي ما قلت لكم رز بشعريه او رز ابيض او رز بالخلطه. تقدري برضو تعملي شويه سلطه طحينه وتاكلوا بعيش، وبالف هنا وشفا على قلبكم. وصفه سهله جدا وموفره واقتصاديه، وهتوفر معاكي الزيت وتوفر معاكي الشويه. بدل ما كنت هتروحي تشويه ب 30 جنيه بره، او هتنضفيه ب 30 جنيه بره، عملنا كل حاجه في البيت ووفرنا على بعض. لو معايا لغاية دلوقتي كده ما تنسينيش بقى بدعوة حلوة كده من قلوبكم. ما اشتركتيش في القناة، دوسي كده على زر الجرس، فعلي زر الجرس على الكل علشان يوصلك كل جديد ان شاء الله. شوفي بقى بترصيه كده وبتضيقي على قد ما تقدري. طيب يا نجلاء، احنا هنحط له ميه ولا هنحط له ميه ولا هنحط له اي حاجه؟ زي ما انت شايفه كده كده هي معاه التتبيله بتاعته، وهيصر شويه ميه معاكي. شايفه ما شاء الله لونه حلو كده، يتاكل بقى ني كده، والله جميل جدا يا جماعه وريحته حلوه. جربوا، ما تقولوش بقى لا ده انا عايزه اعمله ده عايز يتقلي او يتشوي، بلاش اعمله في الطريقه في الصينيه دي. السمك البلطي لا بيتعمل كمان، السمك مش كبير، طالع اللهم بارك طري وما فيهوش اي حاجه. شويه التتبيله بقى اللي فاضهم ببتدي ان انا انزلهم معايا كده على وش السمك اهو. والسمك بتاعي وسط، الحدوقيه بتاعته وسط، ببقى عارفه ان السمك بتاعي لا حادق قوي ولا عادب قوي، ما شاء الله. هغطي بقى الصواني بتاعتي دي، بجيب ورق كده من الزبدة او ورق كراسات ابيض واغلفه بورق من الالومنيوم. وهتسويه ازاي نجلاء؟ هنسويه على عين البوتاجاز من فوق. بتشغلي عين البوتاجاز من فوق وبتغطيه كويس جدا، بتقفليه جدا ان هو يستوي بالبخار. وهاخده كده اغلفه واحطه على عين البوتاجاز من فوق. شوفوا بقى، قطعت عليه طماطم وشرايح من الليمون وقرن فلفل كده حامي في النص، اللهم بارك. صينيه تحفه والله. تنفعش رمضان دي، تنفع جنب شويه عصير بقى، جنب مثلا لو هتشوي بتنجان اسود كده تعملي سلطه بابا غنوج، لو هتقلي جنبه شويه بطاطس، لو هتحطي بقى شويه رز هتاكله بعيش بلدي. والله يا جماعه بالف هنا وشفا على قلبكم، وصفه حلوه جدا. وانا اقدر اقولك ان انت تقدري تعملي كذا شكل من الأسماك بنفس الطريقة دي. أغلفها بقى وأقفلها كويس جدا، واخش بيها بقى على اعملي على عين البوتاجاز من فوق. دول بقى وحدتين من البقدونس برضو يدوني ريحة كده، واقفلها كويس. حطيت ورقتين كده من ورق الكراسات الابيض بتاع الولاد اهو. لو حتى في كتابة، خلي الكتابة في الأرضية بتاعة الفويل، والورقة البيضة تبقى من تحت. لو ما عندكيش ورق زبدة، ببتدي اقفل عليها كده بقى واحطها على البوتاجاز عندي من فوق زي ما انتم شايفين كده. قعدت معايا قد ايه نجلاء؟ ما قعدتش بتاع 10 دقايق والله. ورحت اكشف عليها بالراحه كده، لقيتها ما شاء الله، شوفوا صارده ميه قد ايه اهي. وباجي اختبرها لقيت السمك ما شاء الله مستوي جدا جدا. طيب انا عايزه بقى اديله وش حلو كده واخليه متحمر. بدخله معايا بقى فرن البوتاجاز بياخد وش. خد وش معايا في الشوايه وطلعته، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. حلو جدا يا جماعه، طري ومقرمش من جوه كده ولونه جميل. بصي مقلي مقلي ده ولا مش مقلي؟ وفري الزيت وفي نفس الوقت صحي وخفيف، وبألف هنا وشفا على قلبكم. لايك وشير للفيديو، ويا رب النهارده الوصفه تكون عجبتكم. سموا الله كده ونحمد ربنا في السراء والضراء، وربنا يوسع علينا كلنا. كل سنه وانتم بألف خير، واللي ما اشتركش في القناه ينورني في الاشتراك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.